على إثر اتصال وارد عبر الخط الأخضر 1055 للدرك الوطني، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت مجموعة تيارت من وضع حد لنشاط عصابة أحياء كانت تقوم بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات وتزرع الرعب وسط المواطنين ببلدية عين بوشقيف باستعمال أسلحة بيضاء. بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية تم وضع خطة محكمة للتدخل أسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية تتراوح أعمارهم ما بين 26 إلى 37 سنة، مع حج أسلحة بيضاء متمثلة في سيف واحد و2 خنجر من الحجم الكبير وخنجر 3 نجوم قضيب حديدي و2 عصي خشبية. سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. نذكر المواطنين بالرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني وموقع الشكاوي المسبقة ppgn.mdn.